للذين اتقوا عند ربهم جنات. شرفتونا ونورتونا. طبعا النهارده بالنسبه لنا ده يوم عيد، النهارده والله من اسعد ايامنا، والله فعلا تجمع اهالينا، والواحد بقى سعيد جدا في وسط اهله. اتشرفت والله بيكم النهارده، بشكركم والله فرد فرد. طبعا احنا النهارده في معية يوم استثنائي وهو تكريم حفظة القرآن الكريم. نفخر ان احنا تتلمذنا هنا في كتاب هذه البلدة وعلى ايدي مشايخها. قرآننا بيقول لنا وانتوا في الحياة لازم تكونوا كل واحد فيكم افضل نسخة من نفسه، يكون احسن ما يكون. في قول الله تعالى ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أفواج من كل البلدان لم يجمعهم إلا القرآن، وكأن القوم ملائكة نزلت بالوحي من الرحمن. ما أجمل أن يشارك المسؤول هذا الجمع الفاخر المحترم اللي بيضم فعلا كل أطياف وأفراد الأسرة المصرية، هذه الاحتفالية القرآنية الربانية الروحانية العظيمة اللي كلنا بنتشرف بوجودنا فيها علشان نكرم حفظة القرآن الكريم. أنا عندي يقين وقناعة زي قناعة فخامة الرئيس بأن هم دول حصن الوطن. نورتونا والله النهارده في وسط اهاليكم، وان شاء الله دايما متجمعين يا رب، دايما في الخير وسعاده يا رب، ودايما ظهرنا في ظهر بعض.